اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وسعدنا نلتقي مع الكابتن طارق السياجي نجم المحله السابق والمدير الفني السابق لمنتخب جامبيا لكره القدم. الحقيقه الكابتن طارق السياجي رحله كبيره في الكره المصريه. اهلا بك كابتن طارق. اهلا بيك. كابتن طارق السياجي، يعني بدايتك مع الكره المصريه ونادي غزل المحله السبعينات. والله هو يعني نادي غزل المحله احنا ما نقدرش نتكلم، نقدر نقول غير ان اسم السياجي ده حاجه بيتميز بيها مدينه المحله الكبرى. تمام. واحنا ياما كان لنا صولات وجولات، الحمد لله بالجيل العظيم اللي خدنا بيه بطوله الدوري. وطبعا من بداياتنا لحد نهايتنا ما حدش خرج من غزل المحله طبعا. الا ان احنا سلكنا في سلك التدريب. وكان لي شرف ان انا اخرج من مصر، ادرب دوله جامبيا تمام يا كابتن مدير طارق. فني تمام. على النطاق الدولي. وحققت بطوله افريقيه اندر 17 ولعبت بيهم كاس العالم 2009 كان في فينا كابتن نيجيريا. في نيجيريا. بس البطوله اللي احنا خدناها كانت في الجزائر، تمام. في الجزائر، وخدناها من الجزائر. بس طبعا انا اهديت الكاس لدوله جامبيا. طبعا. يبقى مش تقديرا. ما هو تحت تقديرا. يعني. هو انا وقتها حتى كان الكابتن ساجر رحمه الله عليه كان في اتحاد رحمه الله الكوره، عليه. وامتد بينا النقاش الى طيب ما تمسك هنا حاجه. لا قلت له لا، انا خارج عن نطاق الاخراج، خليني كده انا في جامبيا مبسوط والحمد لله. قضيت 4 سنوات حققت فيهم ما لم يحققه اي مدرب ان شاء الله. على المستوى الافريقي. فالحمد لله كان ليا بطوله افريقيا، تمام. ووصلت بيهم تصفيات كاس العالم ان شاء الله. ل 2009. كابتن طارق السياجي، يا جماعه كنت شفت له في اليوتيوب مباراه المحله وقاره برازافيل، أكيد. والمحله والهلال السوداني موجودين في اليوتيوب. وكابتن طارق كان الحقيقه كان ركيزه في وسط الميدان، في وسط الملعب. اتكلمنا عن المحله في افريقيا. المحله كان وأنا قريب جدا كان يبقى ليا- بطل افريقيا بالظبط. في المرتين. بالظبط. انا كان ليا في الهلال السوداني هدف جبته من الحاجات السودان الجميله هناك؟ يعني. لا هنا كان في في المحله، المحله. كسبناهم 4-1. وكان ليا لعبه جميله الناس كلها بتفرح بيها، تمام. دبل كيك، وحرزت الهدف الثاني المحله. تمام. وفزنا فيهم على 4-1، ورحنا هناك خسرنا 4-1 في ضربات الجزاء. المحله كان المحله كسب وكمل. بس طبعا ده كان جيل بقى يعني عظيم. الحمد لله يعني. نذكره كله بالخير، كانوا لعيبه كوره، طبعا. مش اكتر من كوره يعني. كابتن طارق السياجي ليه صولات وجولات مع المحله حتى في الدوري المحلي المصري. اهم الماتشات اللي بيعتز بيها الكابتن طارق السياجي مع المحله، هو طبعا شقيق الاصغر للكابتن محمد السياجي رحمه الله عليه، نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق. وانا ليا مباريات كتيره لان انا كنت فريد الجيل بتاعي يعني. انا كنت صغير في وسط العمالقه، كانوا كلهم اكبر مني ب4 سنوات، وانا اللعيب الوحيد الصغير فيهم. تمام. فكان ليا لمسات في وسط الملعب كله اشاد بيها. كنت انا انزل في التبديل او التغيير، لان انا لعبت مع العمالقه دول في الدوري العام. بالظبط. المحله حصلت عليه، لعبت 5 سنه ماتشات. 72. لعبت 5 ماتشات. مم. طبعا اهم ماتش فيهم كان ماتش الطيران في نادي الترسانة، وكان 6 اكتوبر، وكان الانتصار العظيم لنا واقفه فيها ان الجماهير بدات تشجع الطيران. فاحنا استغربنا ده جماهير المحله، وكان في ماتش في نادي الترسانة بالظبط. ووقفنا قالوا ده الطيران عبر. فدي كانت ذكرى من شاء الله. الذكريات الجميله اللي الواحد ما ينساهاش ابدا فيها. كلمه لفريق المحله والفرق الشعبيه كلها، لان الاسماعيلي طبعا في اكيد ناس كتيره زعلانه على موقف الاسماعيلي، والمحله نادي عظيم وشعبيه كبيره، الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي. اتمنى الترسانة يرجع، اتمنى اللون بيرجع. ايه الكلمه المطلوبه للانديه الشعبيه في عجاله سريعه كده كابتن طارق؟ كابتن طارق السياجي. والله هو انا يعني ليا وجهه نظر مختلفه تماما. اتفضل. الانديه الشعبيه دي كلها ما زالت تبكي على اللبن المسكوب. ايوه. كله عايش في الزمن الماضي مع والتاريخ. والتاريخ. الكلام ده كله انتهى. لازم النهارده عشان الانديه دي ترجع تاني، مش هترجع بنفس القوه، هي هترجع من ناحيه استثماريه. لازم يبقى في نهضه مع الحياه اللي احنا بنواكبها. انما الكوره بتاعتنا دلوقتي يعني لما اجي نقول النهارده في غزل المحله مثلا، مين لعيبه ينتمي لغزل المحله؟ ما فيش. منصور مين ينتمي؟ كلهم بالخارج. المنصوره يا كابتن. المنصوره كان بنفس 8 الوقت. في منتخب مصر أنا في سنه بقول واحده، لك فاكر؟ ده كان يعني احنا نقول احنا كنا 11 من المحله منتخب مصر، المنصوره كانوا 8. ايوه. كلها دي انديه كانت بتفرز افضل عناصر منتخبات مصر. النهارده في الانديه دي ما بتلاقيش كله جاي عليها. يعني انت ما بتلاقيش اللاعب الاساسي اللي هو بيعيش من ايه، يقول لك انا ابن لا ما عادش. ما عادش ينفع ابن كذا، انت ابن الملعب. ابن الملعب. فانت ادائك هو اللي بيتحكم فيه، وبيتحكم ليك مش ليا. انا النادي كسبان منك حاجه واحده بس، ان انا بستمر في اسم النادي انه يبقى موجود. انما انت كسبان وكسبان وكسبان.
كابتن طارق السياجي نجم مصر وغزل المحله في السبعينات، شكرا جزيلا لك. الله يخليك يا كابتن شباب، ما تحرمش منك، كل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن طارق، شكرا لكم اعزائي المشاهدين. كان لقاء مع احد نجوم ورموز الكره في المحله ومصر، الكابتن طارق السياجي نجم المحله في السبعينات، وايضا المدير الفني السابق لمنتخب جامبيا لكره القدم في الثمانينات وحتى بدايه التسعينات. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، لكم تحياتي خالد عبد الشافي.